السلام عليكم المشاهدين ومرحبا بكم فيديو جديد إن شاء الله مع الطبخ المغربي مع أم ملاك على القناة في اليوتيوب وفي الفيسبوك أسماء الروم. غير ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج، هذا فضلا منكم وليس أمر مني. وشكرا للمتتبعين اللي انضموا للقناة ديالي جداد، شكرا لكم من القلب الخالص. وهنايا غادي نبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا نص كيلو تاع البلبوله رقيقه اللي غسلتها مزيان، وممكن تضيفوا حتى البلبوله الغليظه. خديت 4 كاس تاع الزيت وبصله مقطعه وجوج فصوص تاع الثومه. عندي هنايا معلقه تاع القزبر ومعلقه سكنجبير ومعلقه عرق معلقه بزار معلقه ملح ومعلقه كمون. خديت هنا القزبر والمعدنوس مقردة، وخديت هنا بطاطا وكورجيطه قطعتهم طريفات صغار، راه كيعطيو واحد النسمه اللي كتكون غزاله مع هاد الحسوه ديال البلبوله، راه كيجيو رائعين. خديت هنايا 4 المطيشات بالحجم كبير، حكيتهم وضفت عليهم واحد المعلقه ديال مطيشه تاع الخوك. وخديت هنايا الدجاج الصدر ديالو قطعته كطريفات رقيقين كيجي حتى هو لذيذ. وعندي كنوره تاع السمن. هنايا خديت الكوكو ضفت فيها هاد البصله وهاد الفصوص تاع الثومه، 4 كاس تاع الزيت، وغنضيف فيها حتى الصدر تاع الدجاج والقزبر والمعدنوس، وغنضيف هاد التوابل وغادي نحطهم دابا فوق من البوطه يتقلاو حتى كيتقلاو لنا مزيان. عاد كنضيف ديك البطاطا اللي عندي والكورجيطه. هنا من بعد ما تقلاو راني ضفت دابا هاد البطاطا والكورجيطه وغنضيف عليهم حتى هاد المطيشه صافي. وغادي ندير الماء على قد القياس اللي عندي تاع البلبوله صافي. دابا غنضيف الماء وغادي نخليها حتى كتغلى مزيان. عاد غادي نضيف عليها البلبوله، ها هي دابا من بعد ما غلات مزيان وكنحس بالبطاطا وديك الكورجيطه دخل فيهم الطياب صافي. دابا غادي نضيف هاد البلبوله، ولكن كتبقاو تحركوا مع التحريك باش ما تلصقش ليكم، ما كتهداوش من التحريك، يعني غير مينيت صافي وكترجعوا تحركوا باش ما تلصقش ليكم من الاسفل صافي. هنايا ها هي من بعد ما طابت، شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي، راه كتجي لذيذه صدقوني، راه كتجي روعه بهاد الخضار. ضفت عليها ديك الكنوره تاع السمن وغادي نضيف عليها شويه تاع الزعتر، راه كيعطيها واحد اللذه روعه وهو زوين هاد الزعتر في هاد الاجواء ديال البرد صافي. هنايا ها هي طابت لنا هاد الحسوه، كنتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم، راها كتجي غزاله ما شاء الله في هاد الاجواء ديال البرد اللي ما كنقدروش نوضو، كنبغيو غير شي حاجه سخونه. كتفضلي هاد الحسيوه كديريها للغدا ولا للعشاء، راها كتجي مذاق زوين. ايوا كنتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على الوقت ديالكم على مشاهده الفيديو. تحيه خاصه كبيره لكم بزاف، وكنتمنى من الله ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. واللي عنده اي سؤال واي حاجه يشارك معنا في التعاليق. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.